الحمد لله الناس كانت قلقانه على المطرب العالمي يني انه ما يجيش ما يروحش السعوديه ولا حاجه. الحمد لله الموسيقار العالمي يني وصل بالسلامه ومبسوط ومنشكح اخر انشكاح. هيا الحمد لله دي بس للاطمئنان على يني استهلاله كده. قبل ما اقول لك الحته الجايه عشان الحته الجايه حلوه قوي، وعايز اقول لك بس ان انا معايا بعد جزء الحقيقه المملكه العربيه السعوديه في الدهاليز معايا ضيف مهم جدا وهو الدكتور سيف عبد الفتاح. عندنا مواضيع كتيره نناقشها النهارده. قبل بس ما اقول لك على الحته الجايه بعد يني وصوله، مش دي الحكايه. لقيت امبارح رساله حقيقه او حد كاتب والله ما عارف رساله باعت لي او انا واخدها سكرين شوت هيبان لما تظهر. بيقول لي انت ليه واحد سعودي ايه كميه ليه ما بتحبش السعوديه؟ ليه بتكره السعوديه؟ ليه خليك في بلدك حقيقه اللي فيها مشاكل كتيره جدا جدا جدا، فيها تعليم وصحه وبتاع وكذا. هوريك نص الرساله اول ما زمايلي يجيبوها ان شاء الله. فالمهم الرساله دي، فانا حابب اقول له انا بعشق المملكه العربيه السعوديه عشقا حقيقيا، واعشق شعب المملكه العربيه السعوديه حقيقه، بغض النظر على انه شعب عربي واغلبه مسلم وده سببين للعشق بلا نهايه، وان احنا كلنا واحد من المحيط للخليج وده انا مؤمن بيه، ويجمعنا حاجات كتيره جدا، ولكن السعوديه كمان ليه فيها حاجات كتيره جدا جدا جدا، على الاقل 10 سنين من عمري، فاعشق السعوديه. اما بالنسبه خليك في بلدك، فاحنا طول عمرنا مخلينا في بلدنا للاسف. هي المملكه العربيه السعوديه يا صديقي اللي ما خلتهاش في بلدها. المملكه احنا كنا عايزين فعلا نعالج مشاكل بلدنا ومشينا في الطريق ده وقمنا بثوره عشان نعمل ده، والمملكه العربيه السعوديه الشقيقه دفعت مليارات عشان تعيد مصر لحكم العبيد.